السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محمد عصام صوصة. مبروك 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 لكل الناس اللي اتغلط فيها، مبروك لكل اتغلط فيها. حبس مرتضى منصور، اللهم لا شماتة بس أنا شمتان، اللهم لا شماتة بس كل واحدة خاطفة عرضها شمتانة، اللهم لا شماتة عشان كل واحد اتغلط فيه سواء على الهوا أو بره الهوا شمتان. عدل ربنا في الدنيا ولسه فوق في الآخرة. العدل اللي انت في الدنيا تاخد شهر، لا، العدل هنا في مصر اسمها ايه؟ العدل جروب، ده اسم شركة. لأن العدل في الدنيا خلاص بح، مات سيدنا عمر فمات العدل معاه. الفاروق عمر كان بيعدل ما بين الحق والباطل، فان هو ياخد شهر والناس زعلانه ان مرتضى منصور خد شهر والناس صعبان عليه، قال لك اصل ده راجل كبير وراجل مسن. طب ما كان احترم سنه، كان احترم الشيخوخه اللي هو فيه. ابراهيم سعيد دايما يقول له ايه؟ يا راجل ده انت المفروض تقعد بجلابيه وسبحه تتوب لربنا على اللي انت عملته. فعلا انت كان المفروض ما تهنش نفسك وما تهنش اللي انت اصغر مؤلف قانون، انا مستقيل من على المنصه، انا اصغر وكيل نيابه في الدنيا كلها، انا كنت قاضي واستقلت من على منصه القضاء، انا رئيس نادي الزمالك، انا مرتضى منصور، انا الانا كتير، الانا كتير. فاحنا خلاص تعبنا وقرفنا وصدعنا. فطبعا المفروض ان احنا لو دولة محترمة الراجل دوت كان واخد حكم، فالمفروض ما يرجعش تاني رئيس نادي الزمالك. ده ازاي يعني؟ استحالة. تمام. وبعدين انا مش عارف الناس زعلانة ليه؟ في ناس كتير قوي زعلانة. انتوا زعلانين من ايه؟ واحد صليت اللسان، واحد على طول عمال يغلط بالام، واحد على طول بيشتم، واحد بيقول الفاظ على الهوا يعني ما ينفعش تخش بيوتنا. لكن انا شايف ان الشهر ده والله العظيم معدي. انا لو انا القاضي والله العظيم، لا هو 3 سنين حلوين قوي عليه. تمام. والله العظيم والله العظيم يا جماعه المفروض ان احنا لو دولة مؤسسات ودولة محترمة الراجل ده يخرج بعد الشهر يتكل على الله على بيته ويقعد في البيت ما يخرجش منه، يقعد يتوب لربنا ويطلب من الناس ان هي تسامحه. كل واحد غلط فيه، كل واحدة جاب في عرضها سواء بقى بالباطل او بالحق، اولا خد الاعراض ده هيدخل جهنم والعياذ بالله. فانت اساسا حمل ان انت تخش جهنم من مرتضى منصور؟ مش حمل طبعا ان انت تخش جهنم. فربنا يهديك، والحمد لله هنرتاح منك شهر. مع ان انا واحد من الناس اللي كنت بقعد اتفرج عليك كل يوم في اي فيديو بتنزله عشان اضحك، يعني انت كنت اداة للضحك، كنت حاجه كده حاله في مصر عشان نضحك عليها وعلى تصريحاتك وعلى الكلام ده. لكن لما كنت بتخوض في الاعراض وتشتم وتقول يا ماجده ومش يا ماجده ورجع الساعات يا خطيب وبتاع، طب رجع مرتضى خطيب، رجع المستشار يا خطيب. احنا ممكن نقول، ما ممكن نقول رجع الولاعه اللي انت خدتها من تركي آل الشيخ، ورجع الولاعات يا سياده المستشار. ما احنا ممكن نقول رجع النضاره اللي انت كانت بتجيلك في البيت هديه. كلام كتير قوي ممكن نتبلع عليك والناس تصدق. احنا ما بنعملش كده. فانت المفروض ان انت ما تعملش كده والناس تصدق. لان اكتر حاجه يعني ايه؟ عارف الكذاب الاشر؟ اهو انت واحد منهم، يعني انت منه، انت زيه، انت شكله. ان انت تخوض في الاعراض وتقول ده فلان حرامي وفلان كذا وفلان كذا. فين الادله؟ فين الاثباتات؟ ولما هو الخطيب حرامي قاعد ليه وما اتمسكش ليه لحد دلوقتي؟ ولما ممدوح عباس حرامي واستولى على اراضي الدوله والكلام ده ما اتحبسش ليه لحد دلوقتي؟ انا مش عارف اقول لك ايه. اللهم لا شماتة، وربنا يخرجك على خير من اللي انت فيه. عشان يعني انا عارف ان حالتك الصحيه ما تسمحش ان انت تتحبس. ده لو انت محبوس اصلا احنا عارفين ان انت في اي بي واكيد جابوا لك دي في دي وبطاطين وحاجات حلوه يعني كتير. محدش مسجون في مصر بيشوفها غيركم. فلنا الله وجمهور الزمالك، انتوا يعني برئيس الزمالك من غيره المفروض تدعموا فريقه، تقفوا ورا فريقه. يجي مرتضى، يجي ممدوح، يجي الجن الازرق، انتوا كده كده مش غيركوش غير فريقكم ولازم تدعموه. شكرا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. لو الفيديو عجبك اعمل لنا لايك واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.